اتمنى من كل واحد يعرفني قبل ما يشوف الفيديو ده اعمل لايك وشير عشان يوصل لاولاد الصورم دول، عشان يعرفوا مقامهم ان هم شباشب بنلبسها في رجلينا. اعمل لايك وشير للفيديو. شوف اخيرا عرفنا مين اللي علم مصر واكل مصر وكسى مصر ودخل مصر الاسلام وعلمنا الصلاه. تعالوا شوفوا معايا مين. انت اللي علمتنا. اي نعم. وانت اللي اكلتنا ولبستكم ولبستنا وحميتكم وجعلت لكم وجود وجعلنا لكم اسما وحررناكم من العبودية ومن الظلم ومن الاستعباد وادخلناكم الى الاسلام بعدما كنتم في الظلمات، اخرجناكم من الظلمات الى النور وجعلناكم تقولون اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وعلمناكم طريقة الصلاة وعلمناكم طريقة الاغتسال والوضوء بعدما كنتم تعيشون في غيات الظلام والتيهات. هذا نحن أبناء الخليج، نحن من فعلنا بكم هذا. يا حبيبي انت اللي علمك مصري، اللي طببك مصري، اللي عرفك يعني ايه في هدوم بتتلبس مصري. اسأل جدك كده كان بيبقى ماشي حافي الشق في رجله كان يعدي تعبان، ولولا الهدوم بتاعتنا واللبس بتاعنا كان بيروح لكم التكيه كنتوا هتفضلوا حافيين لحد دلوقتي. تمام. اللي قعدك في حته نظيفه المهندس اللي بنى لك بيتك مصري، المهندس اللي اشرف على الاسفلت اللي بتمشي عليه مصري. لولا المصري كان زمانك لسه حافي معفن لسه مرمي في الصحراء لحد دلوقتي. طب انا سيبك من كل ده، انت حميتنا ازاي؟ بدول تعالوا شوفوهم كده. لا 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 انت انا سجل اسم انت كلام انا مقدم. خلو انا سجل اسم انت ما يقدر ينزل من مدرب هذا النفر. شوف في امر لله والله ما طلع. لا لازم انشب بين العمود. لا ما راح تنشب. شفت العسكري عندك طيبة قلبه اكبر من الهرم بتاعنا. دول اللي هيحمونا ودول اللي عملوا معانا يا ابني انت العسكري عندك اصلا مش قادر يجري، ما هو شايل فلايط ورا الاحجام كبيره، يعني هو مش قادر يجري. هيحمي مين ده؟ مش لما تقدروا تحموا نفسكم الاول؟ اما تيجي اتكلم على قدك واتكلم على حجمك. عن الجمهورية المصرية حديثة الولادة الذي تأسيسها لا يتجاوز 70 سنة تقريبا، منذ أول رئيس حكمها ألا وهو محمد نجيب. يقول لك الدولة المصرية أو تأسيسها من 70 سنة يعني. بص غطا البيارة ده، غطا البيارة ده مش عليه ناس بتاريخ دولتك. غطا البيارة ده عمل إنجازات دولتك ما عملتهاش. أنت واخد بالك ده صنع سنة كام؟ 1904، يعني من 100 وشوية سنة غطا بيارة بتاريخ دولتك كلها. وتيجي تقول بني آدمين براس بهاي، هنقول إيه؟ في السوشيال ميديا غريبة. زعماء الشرق الاوسط واسياد المنطقه وترامب بيتخطوا ولما تيجي تشوف مواضيعهم اللي يناقشوها تلقاها معرفش مين اللي استدرجني واستقرضني وخلينا اشتري 7 كنوتات، الكنوت ب 800 جنيه. انا اعطيتكم نصيحه من اول، قلت لكم ابعدوا عن المواضيع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه لانها كلها اكبر منكم. احنا مش قدها. طب تعالى شوف انتوا كلامكم على ايه. تعالى والله ملاسك لا ضيقني هنا وقت النوم. لا اسمعي، لما انا متعوده في بيتي غرفتي ما البس ولا شيء، قميص نوم لا سنتيانه ولا كلوت ولا شيء ما البس. طب سيبك من دي، شوف دي اصلا بتتناقش في ايه وبعدين يبقى تعالى اتكلم. يقولون بعد العشاء تكبر الكرشه. ايه الله تريد تقنعيني بهالكلام، ما تقدر تقنعيني. يلا يلا ها يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا قاعد شوفوا هذا الكرش. لازم عدل ثوبك. كفايه عليك كده ولا عايز تاني؟ ايه؟ بص يا ابن العهرة السعودية، انتوا اوسخ ناس في الدنيا واوسخ ناس في الدنيا يا ابني. انتوا قوم لوط. يعني في مواضيع انا مش عايز اتكلم فيها وفي الفاظ مش عايز اطلعها. اخركم اديكم شفتوه. بص الفسيخايه دي، بص قال بيقول كل المعارضين يلي برا مصر عاملين رجاله. ده فاكرني فسيخه.
فسيخة. ده انت مش فسيخة، ده انت فسيخة وحمار. ده حلفتكم بالله هذا شعب بيفهم. سيب الحمار ابوك راقد مكان، بتجيب سيره ابوك ليه؟ مش فاهم. سيبه ان كان عايش، سيبه بيتركب، ان كان ميت برضه بيتركب. بقول لك ايه، هو انت مش راجل قوي وعامل راجل؟ طب اسمع كده البت السوريه دي بتاعتكم بتقول بيحصل فيهم ايه وانتوا سايبينهم، اسمع كده. عن والدي كان موظف، قتلوه، زتوه من 5 طابق، اخذوني انا واختي وامي واخي. لو عاملين انتوا رجاله ضلينا مأسورين عن جبهة النصرة سنة وشي 5 شهور بالضبط، بعدين باعونا لجيش الإسلام. طبعا وقت باعونا لجيش الإسلام باعونا فكرونا إنه نحن نشتغل بشيء، إن عالم بالدولة، إن كذا، بفاوضوا علينا، حسونا الروس كبيرة بهالمعنى يعني. طبعا نحن رحنا ضلينا مع جيش الإسلام فترة كتير طويلة. لما نسمع كلام أنا نشرب شويه. هربت من قبل المسلحين، كانوا ياخذونا لنعزل البيوت واقبيه وهيك شغلات، فانا هون صحت لي الفرصه وهربت. ضلت اختي وامي واخي. اختي قتلوها، رشوها بالدوشكا، دفن اخي صغير، صفتها من هلا. ضلت. لما تبقى راجل وتقدر تحمي ارضك وعرضك يبقى تعالى اتكلم. اما تبقى راجل وتشيل الخازوق اللي انت لابسه ده قبل ما تيجي تصور، انا نفسي مره واحده في حياتي اشوفك بتصور من غير ما تكون لابس الخازوق. لو انت مش قادر تستغنى عنه ده مفيش دقيقه هتخلع الخازوق، هتصور الفيديو، قفلت الفيديو، تلبس الخازوق تاني، فيها ايه؟ حاجه بسيطه.